السلام عليكم أبنائي وبناتي تالتة إعدادي. طبعا في نهاية الفيديو اللي فات كنا وقفنا على الفرمان اللي أصدره السلطان العثماني بتولية محمد علي والي على مصر، وطبعا ده بناء كان على رغبة الشعب المصري. هنكمل بقية حكاية محمد علي وحلمه في إنه هو يحكم مصر، وفعلا ابتدى حلمه في إنه هو يكون والي على مصر، وطبعا ده كان بإرادة الشعب المصري. بس للأسف قابلته عدة مشكلات كان لازم يواجهها عشان يقدر يتفرغ في بناء دولة مصر الحديثة. والمشكلات ديت اللي قابلت محمد علي، أول حاجة كانت محاولة نقله من مصر، وده كان في فرمان يوليو 1806. ده اتخذه السلطان العثماني بسبب إن بريطانيا طبعا ما قبلتش بتولية محمد علي على مصر. ليه؟ لأنها كانت خايفة على مصالحها، وكانت فعلا قلقانة من محمد علي إنه ممكن ينفرد بحكم مصر أو إنه هو يعطل مصالح إنجلترا. ففعلا إنجلترا أثرت على السلطان العثماني وأقنعته بإنه هو يعزل محمد علي وينقله من حكم مصر، ويعين مكانه محمد بك الألفي. محمد بك الألفي ده من المماليك وتابع مخلص جدا لبريطانيا، أو يولي أي والي آخر المهم غير محمد علي. وفعلا استجاب السلطان العثماني وأرسل أسطولا يحمل أمر فرمان اللي هو يوليو 1806. والفرمان ده كان بيتضمن إنه نقل محمد علي من ولاية مصر إلى ولاية سالونيك في مقدونيا، وأن يسلم محمد علي السلطة دون أن يعارض أو يقاوم السلطان العثماني. وجاء مع الأسطول العثماني طبعا الوالي الجديد في يوليو 1806، لكن الشعب المصري وقف بجانب محمد علي، واضطر السلطان العثماني الرضوخ إلى مطالب الشعب في إبقاء محمد علي والي على مصر. وتخلى السلطان العثماني طبعا عن فكرة نقل محمد علي من ولاية مصر، وده طبعا كان ضد رغبة انجلترا، لأن طبعا انجلترا كانت خايفة على مصالحها بسبب محمد علي. وتدهورت العلاقة ما بين بريطانيا والسلطان العثماني، علشان كده بريطانيا طبعا ما سكتتش، فانتهزت فرصة تدهور العلاقة ما بينها وما بين السلطان العثماني، وأرسلت حملة عسكرية على مصر بقيادة فريزر، ودي كانت في مارس 1807. كان من أهداف الحملة ديت اللي بعتتها بريطانيا إنها تحتل مصر وتخلع محمد علي من الحكم، وتولي مكانه محمد بك الألفي اللي هو مخلصها طبعا. ولما نزلت الحملة الإنجليزية إلى الإسكندرية ودخلت إلى رشيد وحماد، واجهت المصريين اللي تصدوا لهذه الحملة بشجاعة، ورجعت الحملة فعلا مرة أخرى إلى الإسكندرية وتم هزيمتها في رشيد وحماد. طبعا خرجت الحملة من مصر يعني، وده كان مقابل إن الإفراج عن الأسرى، ودخل محمد علي الإسكندرية منتصر. لكن للأسف بالرغم من إن الشعب المصري هو اللي ساعد محمد علي في إنه يمسك حكم مصر، وساعده كمان في التصدي لحملة فريزر، إلا إنه برضو كان أراد أن ينفرد بالحكم دون رقابة من الشعب المصري، لأن طبعا هم كانوا واخدين عليه قرارات لما مسك الحكم وقيود. هو كان عايز بقى يتخلص من الزعامة الشعبية، وكانت بقيادة السيد عمر مكرم. وطبعا لأن محمد علي أدرك يعني أهمية الزعامة الشعبية ودورها الكبير في توليته على مصر، وقد إيه إن الزعامة الشعبية قدرت تأثر على السلطان العثماني في إن هو يعينه على مصر، ولكنه أراد أن يتخلص منها. وانتهز محمد علي فرصة أو الوقت المناسب عشان يتخلص من عمر مكرم، وفعلا حصل انقسام بين القيادات الشعبية. حاولوا تقدير يعني حوالين تقدير مكانة عمر مكرم من بين الناس،
وطبعا ظهر منافسين لعمر مكرم أخذوا يدسون طبعا له عند محمد علي، وانتهز محمد علي هذا الانقسام وخلع عمر مكرم من نقابة الأشراف، ونفى عمر مكرم إلى دمياط عام 1809. المشكلة برضو الأخيرة أو الرابعة اللي قابلت محمد علي هم المماليك. طبعا حرص محمد علي حرص على أن يتخلص من المماليك، لأنه لقى إنهم مصدر قلق ليه وفوضى، وبذلك اتخذ عدة أساليب وطرق للتخلص منهم. أول حاجة عملها فيهم حرمهم من تولي المناصب الرفيعة في الدولة، زي مثلا مشيخة البلد، وكمان قام بمطاردتهم في كل مكان. وآخر حاجة عملها فيهم إنه دبر لهم مذبحة القلعة في مارس 1811. وفي المذبحة دي طبعا عمل يعني المذبحة دي شهيرة، محمد علي عمل احتفال كبير بخروج الجيش المصري إلى شبه الجزيرة العربية للقضاء على الحركة الوهابية، فانتهز الفرصة ودعا أمراء المماليك وأتباعهم لحضور الحفلة دي، وهناك انهال عليهم هو وجنوده بالرصاص وقتلوهم جميعا، إلا إن أحد المماليك وهو أمين بك ده غادر مصر بعد كده، هرب يعني من القلعة ما اتقتلش، وده كان شاهد على المذبحة اللي حصلت في القلعة. وبهنا اتخلص محمد علي من المشكلات اللي واجهته في بداية حكمه وعشان ينفرد بحكم مصر.